الكفار في الدراما كانت مصوراهم ان هم ناس شكلها وحش وسود وبكرش وجهلة وغبية وما بتفهمش، عشان كفار ما امنوش بالرسول. انا شايف الصراحة ان ده في تقليل من الرسالة، مش من الكفار. ازاي يا عم؟ دول ناس كفار. ايوه دول ناس كفار، بس على المستوى الشخصي اصلا ما كانوش ضعاف، ولا كانوا جهلة، ولا كانوا ضعاف، ولا كانوا اغبياء. هم لو كده اصلا فالانتصار عليهم او ان انت تغلبهم بالرسالة ده مش انتصار. ايه النصر او القوة في انك تنتصر على حد اصلا ضعيف؟ الناس دي كانت اكتر ناس متمكنة من اللغة، كانوا اكتر ناس اسياد قومهم، اسياد العرب كلهم. كانت ناس عندها حكمة، كانت ناس عندها وسامة في الشكل. ما كانوش ناس زي ما الدراما مصوراهم ان هم ناس اغبياء شكلهم وحش بكرش الكلام ده كله. دول كانوا ناس اصلا عايشين حياتهم في حروب، فازاي بكرش والكلام اللي بيصوروه ده؟ ازاي جهلة واغبياء؟ ده ناس عايشين حياتهم في حروب، فالتكتيك ده اساسي عندهم. ده احنا لو اخدنا بس مثال بسيط، الفكرة اللي جابها ابو جهل في يوم الهجرة ان هم يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي الشيطان نفسه سقف لها. فاحنا ازاي نصور الناس دي انها اغبياء؟ الناس دي كان فيها وسامة. ابو لهب كان اسمه ابو لهب من وسامته، ان هو من كتر يعني ما هو وشه كده فيه احمرار جميل اتسمى ابو لهب من وسامته وجماله. الناس دي من حكمتها كانوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش كذاب. ابو جهل نفسه كان عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، وكان مصدق اللي هو بيقوله وكان مقتنع بيه، بس اللي منعه الغيرة. هم بيحكوا اصلا ان كان بيروح يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا قرآن في الخفا. فالناس دي اصلا فاهمة ايه اللي بيحصل. القرآن جه يتحداهم. فكرة ان الناس دي جهلة او الكلام اللي بيصور في الدراما ده مش صحيح.